طرق الفراخ المشوية كتير قوي، وكل تتبيلة بتختلف عن التتبيلة التانية، وكل واحدة ليها طعم. النهاردة نعمل مع بعض طريقة هتطلع معاكي فراخ دايبة وبصوص حلو قوي. اول حاجة كده انا عندي الفراخ غسلها كويس جدا وشايلة منها اي حاجة ممكن تعمل زفارة، ونقعاها في ملح وليمون ودقيق. هجهز بقى للتتبيلة بتاعتها. عندي معلقة كبيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود، واحط توم باودر وبصل باودر، واحط 3 معالق او 4 معالق كده دبس رمان. دبس الرمان بيخليها حلوة قوي وبيخلي طعمها مسكر، وفي نفس الوقت فيه مزازة كده. هحط كمان معلقة صلصة كبيرة، وهحط رشة بهارات صغيرة قوي، وعندي طماطمية بشرتها. اللي مش حابب يحط الطماطمية عادي ممكن يزود معلقة صلصة تاني. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده وانزلها على الفراخ. هدخل التتبيلة في كل حتة في الفراخ، وهدخلها تحت الجلد عشان اللحم من جوه يبقى واصل له التتبيلة. لو وصلتي لحد هنا ولسه بتتفرجي معايا ولسه ما عملتيش سبسكرايب، بعد اذنك اعملي سبسكرايب ولايك. هسيب الفراخ بقى تتبل شويه، وعقبال ما تتبل هروح اقطع كده شويه بصل، بس شويه بصل حلوين يعني، في مقام كده مثلا 4 بصلات كبار او 3. كتري بصل براحتك، يعني كل ما تكتري هتعمل صوص حلو قوي في الاخر. وقطعت معاهم كمان قرن فلفل رومي بارد. في صينيه كده بقى على النار حطيت معلقه سمنه كبيره، ونزلت بكميه البصل اللي قطعتها كلها، ورشيت عليهم نص معلقه سكر. انا البصل مش هحمره، انا عايزاه بس يدبل شويه. هحط عليه بقى الفلفل الاخضر واقلب مع بعض كده لحد ما الاتنين يدبلوا. هحط عليهم بقى رشه فلفل اسود، واشوح فيهم بقى لحد ما اوصل للمرحله اللي انا عايزاها. او هنا كده كان دبل خلاص. هنزل بقى عليهم بمعلقه صويا صوص كبيره ومعلقه دبس رمان. هديهم تقليبه كده بقى وهقفل عليهم النار، وارجع بقى تاني للفراخ. هاخد قطعة قطعة كده واتأكد ان وصل لها التتبيلة في كل حتة. كل واحدة هخلصها هرصها في الصينية. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. وبعدين انا الصدور هنا نسيت افتح الصدر كده عشان ياخد تتبيلة، والتتبيلة تبقى واصلة لحد اللحمة من جوه. فافتحها كده بالسكينة، ادخل جواها التتبيلة وارصها برضو. وبعدين بقى، بس الكاميرا مصورتش الحتة دي، اتبقى مني شوية تتبيلة. شوية التتبيلة دول انا هحطهم على وش الفراخ، وهغطيها بورقة فويل، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 190 200 لحد ما تستوي وتدوب خالص. هقوم بقى شايلة ورقة الفويل واحطها تحت الشواية تاخد لون. وبس كده هتطلع معاكم بقى فراخ دايبة ومسكرة وفيها صوص حلو قوي. وبس كده ده كان شكلها. وعملت جنبهم بقى كمان شوية ملوخية خطيرة. اسمعوا الطشة. وبس كده دي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. استنوني هعمل فيديوهات تانية كتير. باي.